وانا داخله للكوزينه تلاقيت بحبيبات تاع سفرجل، شفت فيهم وشافوا فيا وقلت لهم اليوم ندير بكم كونفيتير لا مهربه لكم. هي الصراحه غاضوني بصح الله غالب على كل شيء ندير كل شيء. مالا نروحوا نحضروه مع بعضنا وهيا نبداو. نجيبوا القبيله تاعنا ونحطوا فيها يطرو ونص تاع الماء، من بعد نزيد عليها السفرجل تاعنا بعد ما كنت غسلته ونقيته ومنه وملهيه. وبالنسبه للكميه هنايا راها عندي كيلو. نخلوه يطيب بصح ما يطيبش مليح، يعني غير يبدا يدخلوا الطياب نصفوه. وبالنسبه للماء هذاك اللي صفيناه ما نرموش وانما نزيدوا عليه نص كيلو تاع السكر اي ما يعادل 500 غرام. نبداو نخلطوا كلش حتى يذوب لنا كاع هذاك السكر. المهم بعد ما يذوب السكر هذاك غادي نعاود نضيف له السفرجل اللي نحيته قبيل، غادي نضيف له عود تاع قرفه اذا توفر عندكم القرنفل مام هو حطوا هكا 3 حبات، نخلطوا هاك شويه ونخلوه يطيب. من بعد كي تبدا تطلع كي من هاك الكشكوشه ولا الرغوه ولا ما على باليش كيفاش تسموها، نبداو نحيو فيها غير بشويه، خلوه يطيب على خاطره على نار تكون قليله واكدوا لي على كلمه قليله. من بعد نزيدوا له عصير تاع نصف حبه ليمون. وبالنسبه لمده الطهي ما غاديش تكون مضبوطه بصح غادي يدي معكم من 50 دقيقه حتى لساعه. وكي تتحصلوا على القوام هذا الخاتر والعاقد طفيو عليه. وبالنسبه للناس اللي تبغي تاكلو حب تخليه كيم من هاك حب يعني بلا ما تطحنوا، والناس اللي تبغي تاكل كيفي حاجه مطحونه تجيب الميكسر تاعها وتطحن. وها هو المربى تاعنا واجد. شوفوا لي الجمال وشوفوا لي الابداع. نتمنى تكون عجبتكم وصفتنا النهار اليوم. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام وشهيتكم في الجنه بصحتكم.